الحمد لله. هل تجب نية الإمامة على الإمام أو لا تجب؟ يعني هل يجب على الإمام أن ينوي نية الإمامة أو لا ينوي؟ بالنسبة للمأموم يجب عليه أن ينوي نية الاقتداء، يجب عليه أن ينوي نية الاقتداء. هو ربط صلاته بصلاة الإمام، وهنا فعل فعلا، والفعل هذا يحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات. فالمأموم يجب عليه أن ينوي نية الاقتداء، لكن الإمام لا يجب عليه أن ينوي نية الإمامة، لكنه إذا لم ينوي نية الإمامة تكتب له الصلاة منفردا، تكتب له صلاة منفرد. الحنابلة قالوا بوجوب نية الإمامة في كل حال. عندنا الشافعية لا تجب نية الإمامة إلا في 4 مواضع: في صلاة الجمعة، وفي المنذورة جماعة إذا نذر أن يصلي الصلاة في جماعة، وفي المعادة إذا بعيد الصلاة بعيدها في جماعة ويجب على أن ينوي نية الإمامة، وفي المتقدمة بالمطر إذا كان مطر موجود وأراد أن يقدم مثلا صلاة العشاء إلى المغرب أو الظهر أو العصر للظهر، وجب عليه أن ينوي نية الإمامة. والمدار في هذه ال4 المواضع لأن الجماعة واجبة فيها، الجماعة واجبة، فإذا وجبت الجماعة وجبت نية الإمامة، والحمد لله رب العالمين.